بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يابا مساء الخير والصحة والسلامة والسعادة على عيون كل متابعيني ومتابعات يومياتي وطبخاتي مع أم علي. أحب أسلم عليكم وأرحب بكل مشتركات ويانا بالجديد، وأحب أقول لكم اللهم ربي يسعدكم ويوفقكم ولا يحرمني منكم بحق محمد وآل محمد. حبايب قلبي، مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، نزلت لكم طريقة عمل صوص التوفي أو صوص الكراميل مثل ما شفتوا حبايب قلبي. واليوم إن شاء الله راح ينزل لكم هذا الفيديو حبايب قلبي. هاي هنا قدامكم دا أسوي كيكة الترليتشي التركية اللي أصحاب القنوات والشيفات كلها يعني سووا هذه الطريقة وسووا هذه الكيكة، بس كل من وطريقته وكل من ويعني لمسته. حبايب قلبي، هنا أنا خليت 4 بيضات وشكر كوب، الكوب القياسي. إذا ما عندك كوب قياسي يعني عيري بالقلاص اللي يصير مال الكبير، القلاص الكبير مال أنكر، جبنة أنكر، وخليت له نكهة فانيلا. وهنا أبقى أخلط بيها يعني بهذه الخفاقة. أكيد هذه على الكهرباء تصير، ولازم تصير قوامها كريمية. نظل نخلط بيها لمدة يعني 3 دقائق 4 دقائق لحد ما تصير كريمية. من بعدها حبايب قلبي أضيف عليها 1.5 كوب من الطحين بهذه أكواب القياسية، وإذا ما عندك مثل ما قلت لك بالقلاص ما تجيبين الكبير، يعني مثل ما تشوفون حبايب قلبي. أنخله. من بعدها أضيف له ظرف واحد بيكنج باودر وأخلطه يعني بقد هيك دقيقة، بدون لا أخلي له لا مي أخلي له ولا زيت. شلون تسوين الكيكة الإسفنجية يعني ما تخلي بيها مي وزيت، هاي هم نفس الشي. اكو لا يضيفوا له زيت ويضيفوا له حليب. زين هي اذا انتي مثلا تخلي له زيت وتخلي له حليب، بعد شلون تسقيها بالحليب؟ يعني مثل ما تشوفون حبايبي. واني هنا محضره القالب هذا المستطيل تيفال، اكيد والله أنا دائما اشوفهم يسووه بقالب بايركس. انا عندي بايركس، بس اني اخاف ادخل القالب البايركس على يعني نار عالية، مثلا حتى اخليه الفرن ما اعرف عندي خوف. عشان اكو بيهم خوفه مثلا من جذر الضغط، اني اخاف من الفايركس يعني من ادخل الفرن. مثل ما تشوفون حبايبي هنا دهنته بزيت، العفو بزبد، وراح ادخلها على الفرن. هنا مثل ما تشوفون دقيت له هيجي 3 دقات وخليته بالفرن. انا مشغلته قبل بوقت، خليت خليته يعني يحمي كل زين، وخليته بالفرن ونصيت الفرن بس من جوا لمدة 40 دقيقة. حبايب قلبي مثل ما تشوفون هنا هذا الحليب، هذا الكبير KDD ب2000 وهذا الصغير ب500. جبته قلت اخاف احتاج اكثر من هذا الكبير واللتر. وهنا أنا خليت 2 كوب مي، وخليت عندي كان كريمة فيزون لأنه أنا دائما أشتري وخلي بالبيت، كان عندي بقيت 1.25 كوب. ضفته عليه وظليت أخلط بيه لمدة 3-4 دقائق حسب سرعة الخفاقة اللي عندك. حبيبات قلبي مثل ما شفتوا حبايبي هنا خفقت الكريمة وخليتها بالثلاجة، وبهالاثناء طلعت الكيكة كلش جاهزة ومستوية عدل. ضفت لها هذا الحليب اللتر بكاملة. لازم الحليب يكون بارد يعني والكيكة حارة حتى تتشرب الحليب كل زين وتطلع مضبوطة. ومن بعد ما ضفت لها الحليب، بعد ما احتاجت تمر 500 لخ، بس خليت لها هذه كبيرة. غطيتها وخليتها بالثلاجة لمدة 4 ساعات. وهنا طلعت
كريمة من الثلاجة، أخذت يعني برودة كل زين وحتى تصير قوامها مضبوطة. خليتها بهذا الكيس الحلواني حتى تكون جاهزة لما أخليها على الكيكة. حبايب قلبي اللي وصلت لهنا تخلي لي لايك، واللي ما مشتركة تشترك، وأكون جدا ممنونة من عندكم. وهنا من بعد 4 ساعات طلعتها من الثلاجة مثل ما تشوفون، طلعت يعني مضبوطة، وخليت عليها الكريمة مثل ما تشوفون حبايب قلبي، وراح أساويها، ومن بعدها أضيف عليه الكراميل، صوص الكراميل أو التوفي اللي سويته وياكم. هو هنا مثل ما تشوفون حبايبي سقلت الكيكة من فوق، ملستها وضفت عليها التوفي أو صوص الكراميل اللي سويته مثل ما تشوفون بهذه الطريقة. ومن الكريمة خليت على حدة، وراح أسوي هيك خطوط بالكريمة. حبايب قلبي أتمنى فيديو اليوم عجبكم ونال استحسانكم حبايب قلبي. وإذا هذا الفيديو اللي راح أنزله عجبكم، يعني أعرف إنه أنتوا عجبكم ونال استحسانكم، أكيد راح ترفعوه باللايكات والمشاركات والمشاهدات، وتخلوا لي تعليقات حلوة من إيديكم الحلوة حبايب قلبي مثل ما تشوفون هنا. وهذه حبايبي كيكة تريليتشي التركية، وراح أخليكم شوية ويا الصوت الطبيعي. متشبعة بالحليب مثل ما تشوفون. شوفوا اكيد حبايب قلبي اني ودا اصور يمي هوسه وما اقدر اخلي على الصوت الطبيعي، لانه يعني منتظرين كلهم هذه الكيكه اللي صار لي اسبوع وعدتهم بها، واخيرا اليوم سويت لهم اياه. قلت لهم لازم اسوي لكم اياها لانه خطيه وعدتهم بها، صار لهم فتره منتظرين، فكانوا داير ما يدوري وهوسه، فما قدرت اخليه على الصوت الطبيعي. قوه حكيت لي هاي الكلمتين. شوفوا حبايب قلبي المنظر والله يعني كلش طيب. سهمكم ألف عافية حبايب قلبي، تمنيته قدامكم. حبايب قلبي يمكن انتم ما تعرفون عني هذه المعلومة، اني دائما اسوي كيك وازين الكيك، فبس يعني بيناتنا انه اذا عندنا مثلا عيد ميلاد او مثلا عيد زواج او طهور شغلات يعني بيناتنا، اني اسوي كيك بالبيت. اذا تردون كتبوا لي بالتعليقات حتى انزل لكم الصور اللي عندي اياهم بالموبايل القديمة اللي كنت اشتغلها يعني هاي الفترة السابقة اللي قبل لا اسوي القناة. ومو بس كيك اشتغل يعني للبيت، اني يعني عندي شغلات اعمال يدويه، يعني مثلا مشتغله مجسمات يعني قبب الائمه عليهم السلام، مشتغله مجسم الكعبه، يعني هواي شغلات مشتغلتهم بيدي حبايب قلبي، ومن شغلات كلش بسيطه حبايب قلبي. اني هنا طبعا دا اتذوق من عندها وخذني الواهس ما اعرف يعني خلصت نص الكيكه، سلامكم العافيه. ولهنا حبايب قلبي وصلنا، راح نوصل يعني لنهاية الفيديو. حابة أذكر 3 أسماء للقنوات اللي مشتركات وياي، حبيباتي ومتابعاتي وصديقاتي وصاحبات قنوات. أول اسم مطبخ البصري البسيط، ربي يوفقها ويسعدها إن شاء الله، صاحبة قناة مشتركة وياي. ثاني اسم هو قناة فكرة وعمل، صاحبة قناة ومشتركة وياي، ربي يوفقها إن شاء الله. ثالث اسم يوميات أم زهراء بتركيا، ربي يوفقها إن شاء الله ويسعدها، متابعتي ومشتركة بقناتي وصاحبة قناة. حبايب قلبي أني مناسية تعليقاتكم الحلوة اللي تكتبوها، وإن شاء الله راح فد يوم همينة أسوي فقرة يعني صاحبات التعليقات الحلوة، إن شاء الله أظهر تعليقاتهم، بس من بعد ما إن شاء الله نكمل يعني
اللي عندنا هسه صاحبات القنوات هن الأولى، وأكيد الموجودات عندي والمشتركات وياي ومتابعاتني أتمنى تشتركون وياهم وتتابعوهم وتدعموهم. التوفيق إن شاء الله للجميع، ولهنا أقول لكم مع ألف ألف سلامة. باي باي.